عاملين ايه بعد الفيديو الاخير لموعد وصول تحديث ال One UI 7 لموبايلات سامسونج؟ وطبعا التحديث نزل في 7 ابريل زي ما قلنا، وزي ما سامسونج قالت التحديث فعلا وصل للدول الاوروبيه، ولقينا اتاخر الوصول للدول العربيه. وبعد كده زي ما كلكم عارفين لقينا سامسونج سحبت التحديث فجاه، وطلع في مشكله في التحديث، وفي موبايلات كتيره حصل لها مشاكل، موبايلات قفلت، موبايلات فيه مشكله في الاداء وفي الحراره، وده اللي خلت سامسونج سحبت التحديث. والموضوع اتلخبط خالص مع سامسونج ومعانا، ومحدش بيفهم حاجة. وبعدها بكام يوم سامسونج نزلت التحديث من تاني، وكمان نزلوا القائمة الجديدة بالمواعيد الجديدة لوصول التحديث لموبايلات سامسونج اللي انا جاي اكلمك عليها دلوقتي. هقول لك على مواعيد الوصول لسلسلة الاي، وكمان سلسلة الام، ومعانا سلسلة الاس، وسلسلة جالاكسي تاب من سامسونج. كل الاجهزة اللي عايز تعرف هتوصل امتى موجودة معانا هنا في الفيديو. استنى معايا الفيديو للاخر عشان تعرف موبايلك هيوصل له امتى. انا جايب لك قائمة رسمية من سامسونج، وكمان هقول لك تجيبها ازاي على موبايلك وتتأكد بنفسك ان موبايلك موجود ولا لا. اول حاجة هنا عندنا الاي 05 والاي 05 اس والاي 06 هيوصلوا في شهر 6 شهر يونيو. عندنا الاي 14 هيبقى في شهر 7 شهر يوليو. وعندنا الاي 15 والاي 16 هيبقوا في شهر 6. عندنا الجالاكسي اي 24 والاي 25 هيبقوا في شهر 6. وزي ما انت شايف قدامك دلوقتي القايمة مفيهاش الجالاكسي اي 23. خلاص كده رسميا الاي 23 مش هيوصل له التحديث. بعد كده عندك الجالاكسي اي 33 والاي 34 والاي 35، ودول هيوصل لهم التحديث في شهر 6 شهر يونيو. عندنا بعد كده الاي 53 والاي 54 والاي 55، ودول هيوصل لهم التحديث في شهر 6 في شهر يونيو. اخر جهاز معانا من سلسله جالاكسي اي الجالاكسي اي 73. دي كل اجهزه جالاكسي اي اللي هيوصل لها التحديث، واغلب الاجهزه دي هيوصل لها في شهر 6 ما عدا اي 24 هيوصل له في شهر 7. نروح لسلسله الجالاكسي ام. عندك الام 33 والام 34، ودول هيوصل لهم التحديث في شهر 6 مع الام 55. ودي موبايلات سلسله الام اللي موجوده عندنا هنا. طبعا هو هيوصل للام 35 بس هما مش كاتبينه في القائمه هنا. ركز معايا بقى لان بقى سلسله الايه حصل فيها تغييرات كتيره. بعد ما كان عندنا الاس 23 والاس 22 كانوا يوصل لهم في شهر 4، طبعا الكلام ده اتغير. عندنا في شهر 4 الاجهزه اللي وصل لها الاس 24، الاس 24 بلس، والاس 24 الترا. وعندنا الجالاكسي زي فولد 6 والزي فليب 6، دول اللي هيوصل لهم في شهر ابريل شهر 4. عندنا بقى في شهر مايو شهر 5 تبدأ توصل لباقي أجهزة سلسلة الاس وسلسلة الزي فولد والزي فليب. كل الفلاج شيب من سامسونج هيوصلوا تقريبا في شهر 5. عندك الجالاكسي اس 24 اف اي وسلسلة الاس 23 اللي هي 23 العادي والبلس والالترا، وكمان الاف اي كل ده هيوصل في شهر مايو. عندك كمان سلسلة الاس 22 العادي والبلس والالترا، وسلسلة الاس 21 البلس والعادي والالترا والاف اي دول هيوصل لهم في شهر 5. وسلسلة الزي فولد ال 3 وال 4 وال 5 والفليب 3 و 4 و 5 دول هيوصل لهم في شهر مايو. وعندك سلسلة الجالاكسي تاب من سامسونج التاب اس 10 والاس 10 الترا، ودول هيوصل لهم في شهر مايو. وعندنا التاب اس 9 والاس 9 بلس والاس 9 الترا، ودول هيوصل لهم في شهر مايو. اما الاس 9 اف اي والاس 9 اف اي بلس دول هيوصل لهم في شهر 6. وعندنا في شهر 7 يبدأ يوصل لجالاكسي تاب اي 9 والاي 9 بلس. وباقي اجهزة التابلت من سامسونج زي ما انت شايف في شهر 6 وفي شهر 7. دي خلاص المواعيد الرسمية من سامسونج، ودي موجودة على سامسونج ممبر. سامسونج هي اللي منزلة القائمة دي، مش حد اللي ناقلها ولا انا جايبها من حتة. سامسونج اللي بتقول المواعيد دي. ولازم تبقى عارف ان هما في بعض البلدان على سامسونج ممبرز كان مزودين حاجة هنا ان بيقولك ان التحديث ممكن يتأخر لأي سبب او وجود اي مشكلة، واحنا ممكن نأخره تاني. وجدول المواعيد دي ممكن تتغير في اي وقت حسب ما تشوف سامسونج المناسب. تجيب بقى ازاي القائمة دي؟ احنا هنطلع خالص اهو، هتروح على سامسونج ممبرز، هتروح هنا على علامة الجرس اللي بتاعت الاشعارات دي، وهتلاقي عندك اخر اشعار هنا مواعيد وصول التحديث اندرويد 15 One UI 7. ودي كل المواعيد اللي احنا قلناها. طبعا لو عندك اي سؤال انزل نورني في التعليقات وانا هرد عليك. مع السلامة.